اوكازيون نات دو بوت ما عرفوش لا فاسونتر ديالهم ديجا 4 ديال البيوت هو البوطو خاوي. النتيجه كتزيد في المشاكل والمصائب ديال الوداد. هي النتيجه الواقع ديالها غيكون اكثر منه يعني كنتيجه يعني بطبيعه الحال الخروج من الكاس وفي وقت مبكر، ولكن الواقع ديالو حتى بسيكولوجي يعني بحال دابا يعني الموسم عند اللاعبين لان الموسم ما انتهاش، ولكن اللاعبين خص دابا يلقاو لا موتيفاسيون، خصو يلقاو واحد يعني واحد الهدف، واخا ما كاينش هدف كبير ولكن يلقاو واحد الهدف يعني جماعي، حيت كاين الاهداف الشخصيه وكاين الاهداف الجماعيه، خصهم يلقاو يعني دابا كيفاش تلقى داك لا موتيفاسيون هو دابا في لو بلون بسيكولوجيك. تولي الامور شويه صعيبه يعني، ولكن راه كاين جمهور كبير، كاين تاريخ ديال واحد النادي، خص اللاعبين يلقاو بسرعه نفسهم، لان جايين مباريات كبيره، ما يمكنش على اللاعبين وعلى فريق الوداد يسمح لنفسه انه يبقى ينهزم. يعني غريب هذا الموسم، موسم استثنائي بالنسبه للوداد من الناحيه السلبيه، ولكن يعني دائما هما سون دي سيكل، دائما لما كتكون في القمه واحد المده تيجي واحد الوقت اللي كت يعني كتهبط، وخصك تعاود غومونتي هذاك هذا لي شيك هذا بسرعه، لان الوداد خصو يرجع في المكانه ديالو، لان هو خصو يكون عندنا فرق كبيره وتبقى دائما كبيره باش تبقى عندنا البطوله والكاس. لان اوكي تنحترموا هنيئا الفريق السوالم بالتاهل ديالو، ولكن لما تيخرج ويستحق، ولكن لما تيخرج فريق بحال الوداد ولا فريق بحال الفاتح ولا هذا مبكرا ما تيبقاوش دوك مباريات كبيره. الان ممكن احتماليه يخرج النهضه البركانيه والجيش الملكي، واحد فيهم غادي يخرج لان تلاقاو في القرعه، يعني بعد ذلك ما يبقاوش عندك شي مباريات كبيره في هذا الكاس، وما يبقاش ذاك الشغف، ولكن اللي تيمر هو اللي كيستحق. فريق وداد ضيع العديد من الفرص، فريق السوالم لعب على الامكانيات ديالو، لعب بكتله يعني بلوك با وكتله متوسطه، كانت قتاليه داخل يعني كان ان بلون دو جو كلير، القتاليه كان تنظيم الدفاعي محكم، تقارب الخطوط، وكانوا تيمشيو يعني بلون كلير، تيمشيو في المرتدات بسرعه، ومشاو اكثر من مره، وكانوا تيطيحوا في التسلل، رغم ضافوا هدف كان تسلل واضح، ولا هدفين كانوا من التسلل، ولكن يعني كانوا خطيرين، وكانت هذه بمثابه من نقاط الضعف ديال الوداد في هذه المباريات الاخيره كلها. هي يعني قراو فريق الوداد بشكل جيد، ان لما كتمشي في المرتده ضد فريق الوداد البيضاوي تيخلي مساحات كبيره، فريق الوداد يعني استحوذ، سيطر، خلق فرص كانوا كيضيعوا، ولكن يعني ماشي الفريق يعني ينقصه شيء، خص شيئا ما يعني خص واحد التغيير. ولكن ما ننساوش واحد في هذا الخضم هذه المشاكل، مثلا الاشارات اللي عطانا اللاعب الغزوي الرياض روان اللي لعب به، يعني اشارات قويه جدا، يعني في خضم الازمه الوداد ربحت مثلا اللاعب بان تيبان بانه عنده شيء، يعني كاول مباراه لعبها، كاول مره كنكتشفوه، ولا يعني في المرات القليله اللي بان ظهر بواحد مستوى عالي، ظهر بمستوى عالي وسجل 2 بيوت. هذا هو المشكل. لا ولكن السي عادل فاش كنقولوا مستوى 2 بيوت، الكره راسك راس بوطو خاوي كتسقلها، ومن بعد كره اخرى كتبغي دير الكروش ومن بعد كتعطل، 2 كواري، ولكن الدور ديالو خصو يشتغل بطبيعه، ولكن يعني كاول دور راه دائما شوف اللاعب اللي بحال تنقول اللاعب اللي كيضيع الفرص راه هو بعدا تواجد باش يضيع فرص، راه كاين لاعب اخر لعب 6 الماتشات ما تجي حتى فرصه، دونك ما عمره كان متواجد. دونك دائما نحترم اللاعب يعني اللي تياخذ المبادره ويتواجد وتيكون في قلب مربع العمليات وتيضيع، هذا خص الاشتغال، راه حنا هذا هو الوداد خص الاشتغال كلها. الا جيتي تشوف اللعابه اللي كاينه، بقى غير التوني ديال الوداد هو اللي كاين في التيران، والجمهور اللي برافو وسط الشتاء والبرد وكاين في التيران. ولكن فاش كتشوف البارح الوداد ان ميغيت با لانهم سقلوا، ولكن برافو للسوالم كانوا يزيدوهم الثاني ويزيدوهم الثالث. السوالم لعبوا على حسب الامكانيات ديالهم، جاو بقاو كيديفوندو، غفلوهم في بيت، عندهم ان افيكتيف ريدوي، ولكن عندهم لاعبين اللي بحال بلا التيران كيتقاتلوا وكانوا منظمين في التيران، يعني بامكانيات ديالهم المحدوده، يعني راهم طلقوا لعابه كثار باش نكونوا واقعيين، طلقوا لعابه متميزين، ولكن هذه المجموعه هذه كيلعبوا على حسب الامكانيات، ولكن عندهم ان ديفونس سيرتو في يعني من الناحيه الدفاعيه كتشوف فريق بانه
لاعب ضد فريق الوداد. بالطبع فريق الوداد كي دائما كنعتبروه انا من الفرق الكبرى ومن الفرق اللي عندها مكانتها، ولكن هذه السنه هذه مع الاسف كتشوف بعض الفترات كتشوف فريق الوداد بانه يعني ماشي هو فريق الوداد. اولا كتركيبه بشريه ماشي هي هذيك، كعطاء ديال بعض اللاعبين اللي كان عندهم واحد القيمه عندهم في فريق الوداد ما بقاتش عندهم. تا بالنسبه للفريق الوداد الا تكلمنا عليه انا ذاك حلقات قبل من هذا السعاديل فاش كنت انا شرت لك بان خص مدرب، ومع احتراماتي للمدرب دابا اللي حالي، خص مدرب اللي يكون في مستوى ديال الوداد، مستوى ديال الحدث، مستوى ديال المستقبل. لحقاش انا ما غاش نتسنى بحال مثلا فريق الوداد تتسالي السنه عاد نجيب لها مدرب. هذه مساله انا كنشوفها غير منطقيه بالنسبه لي. انا كاين واحد شي حاجه ايرجونت سيرتو الوداد الفريق عنده واحد انتظارات للسنه المقبله. الا بغيتي تجيب مدرب راه خصو دي مانتنو يعرف شنو هي التركيبه البشريه، شكون هما اللي غادي يحيدوا، لحقاش لاعبين كثار خصهم يحيدوا من فريق الوداد. خاصك تشوف شكون هما لي بوست اللي غادي تجيب، شكون هما اللاعبين اللي خصك دير معاهم من دابا اللي غادي تجيب، خصك دير معاهم واحد التواصل. راه هذه هي الفرق هي هذه. ولكن الا جيتي تبقى غادي بهذه الطريقه هذه، بالطبع هذا السيد هذا اللي كاين دابا حاليا وانا كنقدرو وكنحتارمو لحقاش دار العمل اللي عليه ودار العمل لحقاش جا في الظروف صعبه حتى هو وجا في الظروف، ولكن ما غاديش يعرف العقليه ديال فريق الوداد اكثر من المغربي، ما غاديش يعرف في هذا الظرف. انا ما كنتكلمش على مدرب مغربي ولا مدرب اجنبي، انا كنبغي نتكلم على مدرب اللي في منطقه ديال فريق الوداد يجي دابا حاليا، لحقاش من الضروري ومن المفروض بانه يكون مدرب، لحقاش عندك انتظارات السنه المقبله. هاد السنه هذه يمكن مشات لك لاكوب، مشات لك البارح اللي انا بالنسبه لي واخا كانوا دوك خلق فرص وهذا، ولكن الطريقه باش كتبغي تضيع هذيك الفرص كتشوف شي حاجه غريبه. كتشوف بحال مثلا عندك اللاعب النيجيري بالطريقه باش بغى يضرب كره وباش بغى يكملها، كتشوف شي حوايج اللي كتقول واش هذا لاعب اللي خصو يلعب في فريق الوداد. بالطبع يمكن تا هما دايزين في ظروف صعبه من الناحيه النفسيه، من ناحيه ما كاينش ما بقاش ثقه. الظروف صعبه بور كره راسك راس البطوبه، الظروف الصعبه غاديك تبغي تضربها براسك. شوف عادل، ملي كتكون شي حاجه في دماغك وتصنت ليا، ملي كتكون شي حاجه في دماغك ماشي هي هذيك. انا قلت لها الحاج واش هذا اللاعب في المستوى ديال الوداد فوالا هو ملي جا ماركا 5 البيوت. الا دابا شتيه غير بين الحد اللي فات مع وجده وهذا الحد هذا تقول كيفاش هاد لافير هذا الحد الاخر من جوج ديال لي زوكازيون ماشي نت، وحده خداها وديمار على الجول وماركا، الاخرى نغز الكره وما مشى ماركا في الكره ديالها ديال الحداد. البارح الكره الاولى تهز وكان عنده الراس كون قرا كاع ما يلعب كره كاع، فاش تجيوك جوج كواري بحال هذوك الحاج دابا حنا ما قريناش. انا راه لعبنا ودرنا شويه ما تيسر شويه بالقران ما تيسر ولكن عرفتي راه هذيك الاولى بوطو خاوي، الثانيه مشى مديكالي ما مسانكرونيزيش الراس مع، والثالثه هذيك هي عادي. شوف نقول لك واحد القضيه، شوف ماشي هو راه كلهم دابا. شوف انا الا بغيتي نهضر لك بلاعب راه نجبد لك اولا من لا ديفونس كيفاش كيتسجلوا عليهم الاصابات. شوف هذه المقابلات كلها الا دزتي نفس الطريقه، هو لو فون ماركاج نفس الطريقه كيتسجل عليه. هذا البيت الاولاني انا باقي جوج نفكر. دابا فرحان هو اللي في لاكوش وي، وقادرين هو اللي في اللاك. اش كدير تتبع واش كدير كل اش كديروا بجوجكم؟ شوف الطريقه شوف الطريقه باش كيتسجل عليك، الطريقه باش كيتسجل لك. انا الا بغيتي نجيبو كاع بلي ديتاي، الطريقه اللي كتسجل لك كطرح علامه استفهام. فين هو الميليو تيران، فين هو اللي لاعب في لاكس، فين هما لي زارير لاتيرو اللي خصهم يديروا لا كوفيتور. انت كتسنى باش تسجل. هذه ما كايناش في الكره. اللي كاين في الكره هو اللي كنتي باغي تسجل خاصها ما تسجلش عليك. بعدا هي اول حاجه لا خاصها ما تسجلش عليك، خاصك انت تجيب. تفضل اسيدي. لان سي اسمح لي قاطعتك سي هي شنو قلتي بان كل شيء باغي غير يسجل. لان هذا هو لو مونك اللي عند الوداد، هو في ذاك ملي كتضيع الكره، لا في لو بريسينغ، لا في هذيك استرجاع الكره مباشره جيجن بريسينغ، لا في البلوك ايكيب. لي جوار كلهم باغيين يمشيو غير يماركيو في دماغهم دونك في الشق الدفاعي ما كاينش واحد التنظيم كبير. ما يمكنش الا عندك انت فرقه. شنو هو هذا لو جو؟ كنقولوا دائما سي ان جو كوليكتيف، هذاك سي المجموعه كاين، ولكن
ولكن المجموعه ماشي بالكلام، المجموعه راه خصك تسجل وما خصكش تسجل عليك، ولا ما سجلتيش خاصها ما تسجلش عليك او موان. دابا نشوفوا السوالم، نقلبوا الايه، السوالم اللاعبين حسن الامكانيات ديالهم، ولكن من الناحيه الدفاعيه قاموا بالدور خصهم يقوموا به. شوف الوداد وصلوا باش يسجلوا، وكاين بعض اللاعبين اللي كنعاود نقولها، هو راه السي عادل عارفه، كاين بعض اللاعبين ما خصهمش يلعبوا في الوداد. شكونوا واقعيين بحكم، انا كنحكم بحكم السنوات الاخيره، بحكم الالقاب، بحكم التاريخ، بحكم اللعابه اللي دازوا في الوداد، اللعابه اللي كانوا هذاك. انا كيبان لي شي لعابه ماشي المكانه ديالهم، حيت بعض الفرق ديالنا باش نكونوا واقعيين، بعض الفرق ديالنا اللي كتلعب دائما على المراتب الاولى وكتلعب على اللي تيتر، ماشي اي واحد يلعب فيها، وماشي اي واحد تجي وتجيبو تسيني له وتدخلو، وماشي اي واحد يلعب قدام دوك الجماهير، وماشي اي واحد يبدا تحسب عليه بانك راك كتلعب في فرقه كبيره، ما يمكنش. عندك واحد راه هادو هما اللي لعبوا في العام اللي فات فينال ديال السوبر ليغ، ولعبوا الفينال ديال الشامبيونز ليغ، وتزادوا عليهم لعابه مزيانين، حداد جا بونا عمر، ماشي هما عادل. فينا هو دابا، فينا هو الراس ديال هادو. لا دابا نقول لك واحد القضيه، شوف ملي كنتكلموا على حسوني ونتكلموا على بعض اللاعبين، نتكلموا على عطيه الله، ونتكلموا راه ملي كتكون نتائج ايجابيه راه حتى اللاعب كيدخل في واحد من الناحيه الذهنيه، لا فقاش اش وقع دابا كاين بلوكاج، ولكن هذا البلوكاج العود اللي علاش جبت انا المدرب خاصها تكون عنده حنكه، خاصها تكون عنده تجربه، خاصو يكون في مستوى الحنكه والتجربه جا غرقهم. لا شوف ماشي هو جيب واحد اول ما جي ديالو غلط في الاصل، غلط، ولكن تا باش شوف درتي خطا بخطا، درتي حيدتي مدرب خطا، انا وجدتي مدرب خطا. هذه الله 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 مشيتي بعيده، الله مشيتي بعيده العزل اليوم. المهم انا نقول لك خطا الله 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 ما عرفتكش اليوم الحاج، قلت لي معايا، قلت لي لا ما عرفتكش. تفضل العاد، قلت هذاك كون كان عنده راسك ما خرج ويبين لك دابا. ايوا زير راسك راه قاري زيد الحاج زيد. لا هي اللي كاينه سعدينا. شوف انا كنهضر بواحد القرحه، شوف ملي كتكون على فروق كبرى، كتكون عندها فروق مرجعيه وفروق ديال الالقاب وفروق ديال اللي كتمثل المغرب في الصعيد الوطني والصعيد الدولي، وحنا كمغاربه كنفتخروا بالفرق ديالنا اللي كتمثلنا. واحد الوقت انا وياك تقلقنا على لي فار هاد السنتين. علاش تقلقنا؟ بحب بان كنقولوا فريق اللي خصو يكون في الواجهه الافريقيه، خصو يدي بطولات. مشى خسر في هذيك الكاس العربيه، تقلقنا، جبدنا بانه كانت اخطاء، جبدنا في الكاس الافريقيه حتى دارت اخطاء. هذا الشيء ملي كنتقلقوا حنا، علاش كنتقلقوا لحقاش باستطاعتنا باش نتجاوزوا بعض الفرق ولا بعض المقابلات اللي ما درناش. ودابا حاليا ملي كنشوفوا الفرق ديالنا كتعاني، الفرق الكبرى، باش نكونوا واقعيين، شوف هذا ماشي حيف، هذا ماشي بالنسبه لنا كنديروا هذيك السيغريغاسيون كنحيدوا فرق اخرى، ولكن بحكم التاريخ، بحكم الجمهور، بحكم اللعابه اللي كيجيبوا، بحكم المبلغ المالي باش كيسيروا الفريق، كنعتبروا فريق كبير على الصعيد الوطني. هذا هو حيت حنا ما نكرهوش انا نشوف اسفين، نشوف اكادير، نشوف هذا تتنافس على الالقاب، تجيب لاعبين كثار، الميزانيه ديالهم طلع. الا جبت اسفي بحال مثلا غادي يرجعوا للاسوا، غنبقاو في هذا الاطار ديال السوالم. وهذا حاجه اللي ما غير مقبوله، هو بان ما نتسناش انا واحد 8 الماتشات ولادي باش نقاد شغلي، امبوسيبل. خاصني الا بقيت نقاد شغلي تجيب مدرب. كاين مدربين دابا على الساحه، كاين مدرب جالسين عندهم المكانه ديالهم، نجيبو ندير واحد المشروع ديالي السنه المقبله. اولا هذا المدرب غتعطيه واحد اتساع الوقت عرفتي الكره وكل شيء هو الوقت، اعطيه الوقت. وعندك واحد 6 ولا 8 الماتشات كاينين، غتعطيه الوقت اولا، وغادي يكون عندك واحد العمل اللي غادي يكون عمل قاعدي، عمل جدي. شكون هما اللاعبين اللي خصهم يمشيو؟ راه الناس كلها كدير هذا الشيء ديال لي ترونسفير، باقي ما سالتش الكره. احنا كنسمعوا مبابي غادي هنا، نسمعوا هذا غادي هنا، نسمعوا هذا مسالت له الكونترا، ها هو كاع مدرب كبير ديال ليفربول عارفين غادي يمشي، هذاك ديال الباير، راه هذه مساله عاديه. يعني هذا الشيء تيدخل في نطاق ديال التخطيط، التخطيط ديال يعني على بعد، عن بعد، لان باش دير هذا لي ريكروتمون هذا، لان دابا حنا في ما يخص حنا في البطولات مستحيل.
يعني حتى الا بغيتي دير انتدابات على معيار، شنو هو المعيار ديال الانتدابات؟ يعني حسب الفلسفه ديال المدرب اكس، المدرب في اي فريق. وي حنا ما تنضمنوش بان المدرب غادي يبقى، دونك خص تكون واحد الاداره تقنيه اللي هي كتضمن الهويه ديال ذاك الفريق. وهذاك المدرب اللي غيجي ذاك الفريق على حساب ذاك الهويه، ماشي على حساب السي في ولا الاسم ديالو. حنا ما عندناش هذه المساله، لان باش غنجيبوا لاعب هادشي كتقول متفق معك. ولكن المدرب ملي كتجي مدرب كدير مع اداره تقنيه، عنده واحد الوقت اللي هو اولا كياخذ فكره على هذوك اللاعبين اللي غادي تحيد، وعلى اللاعبين اللي خصهم لي بوست اللي خصهم يجيو.